عايز أتكلم معاكم في وقت قليل عن هذه الآية: أكرم الذين يكرمونني، أكرم الذين يكرمونني. واضح إن في قديسين أو في ناس أو في أبرار أكرموا الرب، وبالتالي تبارك اسمه هو كمان أكرمهم. حاشا لي فإني أكرم الذين يكرمونني. إحنا من أول قداس بنقول إيه؟ مجدان وإكراما، إكراما ومجدان. يعني إحنا بنكرم ربنا حتى لو بشفاهنا، حتى بأصواتنا. نقول ربنا إحنا رغبتنا يا رب نكرمك، رغبتنا يا رب مجدك. إحنا يا رب رغبتنا إكرامك ومجدك يا رب. وبالتالي ربنا تبارك اسمه نفسه بيعمل كده معانا، مع كل مؤمن وكل مؤمنة وضع في قلبه أن يكرم الرب. بولس الرسول أكرم الرب بصحته، بشبابه، بوقته، بمشاعره، بحياته. أكرم ربنا بتفرغه التام للخدمة والكرازة والبشارة. حرم نفسه من الزواج، وحرم نفسه من انه يكون عنده أولاد عشان يقدر يكرم ربنا زيادة وزيادة وزيادة وزيادة. جال في بلاد كثيرة جدا جدا وتحمل ألمات وتحمل عذابات عشان يكرم ربنا أكتر وأكتر. عشان كده ربنا أكرمه إكرام عجيب جدا. أنا هقول لحضراتكم أنه أكرمه في الأرض، وطبعا أكرمه في السماء. ربنا بيكرم أولاده وبيعطيهم كده الأجر السمائي، سواء في الأرض أو في السماء. فبولس الرسول كانوا ياخدوا من على جسمه الشاش والقطن اللي بيغيروا ليه على الجراحات أو الألمات اللي في ظهره أو في عينه أو في جلده. أنه كان يقال البعض الآباء يقولوا كان عنده مرض جلد صعب، والبعض الآخر يقول كان عنده مرض في عينيه، والبعض الآخر يقول مرض في ظهره، أي مكان المرض. لكن ده احنا لما بنعمل تحليل ويحط لك قطنايه كده على المكان الإبرة، بيمسكها بجوانته وبيرميها بعيد، أو الغير اللاصق ده بياخده يرميه بعيد خوفا من العدوى. كانوا ياخدوا القماش ده بتاع الغيارات بتاع بولس الرسول يحطوا على المرضى يخف. ايه ده؟ ايه الإكرام ده؟